توفيق. فخلال المظاهرات التي شهدها السودان مطلع الصيف الماضي، شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين والمعارضين والطلاب، لكن الغموض لف ظروف اعتقالهم ولو أنه تم الإفراج عن العديد منهم في وقت لاحق. محمد عالم بوشي من أبرز الناشطين السياسيين الشباب في السودان، كان ضمن آخر مجموعة من الناشطين التي تم الإفراج عنها قبيل عيد الفطر، ضمت أكثر من 80 معتقلا، وهو يخبرنا اليوم عبر الويب كام عما عاناه خلال الشهرين اللذين قضاهما في الحبس الانفرادي بأحد سجون السودان. فلنستمع إلى شهادته من الخرطوم. هو الاعتقال كان في يوم 20/6 من بيتنا، وكان في ظروف سيئه جدا. يعني كنت موجود في بيتنا ما قاعد اطلع من البيت لانه ظروف المرض. الوالده اعتدوا على الوالده بالضرب، يعني هجموا على البيت بدون اي اذن بتاع اعتقال، بدون اي حاجه. مجموعه من الناس المسلحين جو اقتحموا البيت بشكل يعني مريب جدا جدا. بعد ذلك اقتادونا لمكان ان احنا لحد هسه ما عارفين المكان اللي كنا فيه وين، لكن انا اكثر حاجه بقدر اقول عنه انه هو اسوء ظروف بتاعت اعتقال ممكن يتم فيها اعتقال انسان هي الحته اللي احنا كنا فيها. مكان شكله صرفت عليه الدوله يعني مليارات الجنيهات عشان تصمم سجن، يعني اقل ما يقال عنه انه هو جوانتنامو السودان. انا كنت قاعد في حبس انفرادي لمده شهرين، في الشهرين ديل ما بتسمع اي صوت، حتى هو مصمم في شكل ثلاجات عديل كده، يعني الابواب بتاعته ابواب الكترونيه بتقفل بالنمر، يعني انت ما بتسمع صوت بتاع نفس جوا الغرفه. في فتره الشهرين ديل ما سمحوا لي بانه انا اسمع حتى صوت الاذان. يعني الظروف بتاعت الاعتقال اسوء من سيئه. ظروف الاكل كانت طبعا سيئه جدا، وحتى انا صحتي يعني مرضت جدا جدا لانه ظروف الاكل كانت سيئه. الغرفه مصممه بتاعت الحبس الانفرادي انها مقفله، ما فيها لا شباك ولا فيها منفذ ولا فيها تهويه، ما فيها اي حاجه جوا. فيها فتحه صغيره جدا في الباب يتم اغلاقها معظم اوقات النهار، بيدخلوا لك بها الاكل. فيوم ما حيفرجوا عننا جاء واحد وقف بالباب بالقده بتاعت الباب دي قال لي يا اخي قوم شيل حاجاتك. فشلنا حاجاتنا وبرضه ما ورونا لحد الوقت ده. احنا ما عارفين، يمكن يودونا يعدمونا، يمكن يقتلوك، ما في حاجه واضحه. ودونا سجن كوبر، احنا كنا في حته ثانيه غير سجن كوبر. ودونا سجن كوبر، سلمونا الحاجات بتاعتنا، وبعد ذاك قال لنا خلاص احنا فكيناكم، ومضونا على تعهد انه ما تمارس اي عمل سياسي. انا ومعي مجموعه كبيره جدا من الناس كانوا في الزنازين الثانيه ما التقيت بهم الا يوم ما فكونا، بدون ما يوجهوا لنا اي تهمه. انا شخصيا من يوم اعتقلوني لحد ما فكوني اسمك منو ما سالوني، لا حققوا معي، لا وجهوا لي تهمه، لا قال لي انت سويت كذا. يعني القبض عليك بقانون لا قانون. الامن ما بيحترم القانون اصلا، الامن شغال شغل عصابات. الامن هو عباره عن عصابه في البلد اللي اسمه السودان بتحمل المؤتمر الوطني. اي زول يفتح خشمه يقول رايه في البلد بيتم اعتقاله بالشكل ده، وممكن ما يطلع ثاني لانه ما في قانون، ما في زول بيحاسبه، ما في وازع. حسب ما فهمت تاتيانا، محمد بوشي لم يعتقل خلال المظاهرات المناهضة للنظام. صحيح توفيق. فكما يقول محمد بوشي كان يتمنى لو أنه اعتقل في مظاهرة، لكنه كان في المنزل يجالس والدته المريضة. أما المظاهرات الشبابية فيقول بوشي أنها توقفت خلال شهر رمضان، وذلك لأسباب يشرحها لنا في المقطع التالي. الانتفاضة السودانية نهايتها الطبيعية الحتمية إنه نظام الإنقاذ يمشي لمزبلة التاريخ. الموت أو النهاية للنظام. أكبر دليل إنه نظام الإنقاذ في الحراك الفترة اللي فاتت اللي إحنا كنا في المعتقل يعني مارس فيها نوع من أنواع الهلع. النظام كان خايف، كان نازل بكلياته في الشارع، كان ضعف النظام بين. الدليل الأول الاعتقالات العشوائية وبشكل كبير وصلت لأكثر من 2000 معتقل. نمرة اثنين المحاكمات اللي تمت للشباب والطلاب، طلاب جامعة الخرطوم، يعني في يوم واحد فقط بيتعرض 23 طالب لمحاكمات بيتواجهوا بأحكام يتراوحت ما بين الجلد لحد الغرامة مليون جنيه. تخيل طالب بيتغرم مليون جنيه مع انه الحد الادنى للاجور في السودان 165 الف جنيه. لكن الحاجات اللي اوقفت التظاهر هي شهر رمضان. الشعب السوداني ما متعود انه يكون عنده عمل في رمضان. دائما السودانيين تحديدا الطلاب والشباب هم دائما بيخشوا في اجازه في شهر رمضان، وحتى العمل بالنسبه للشباب في شهر رمضان بيكون قليل. دي الحاجه اللي اثرت باعتبار ان الفئه بتاعت الطلاب هم اللي كانوا اكثر حراكا. انا اسميها ايقاف مؤقت لحراك الثوره في السودان، ما كانت نهايه. انت بتعرف الحاجه اللي ممكن تحصل بشكل المؤشرات بتاعها. عندنا مثل في السودان بيقول الجواب باين من عنوانه. الان عنوان الجواب بيقول انه النظام والشارع السوداني مهيأ لانه يرفض هذا النظام.
يبقى معناها مضمون الجواب جوا هو الخروج للشارع واسقاط نظام الانقاذ، ودي مساله ما دايره شطاره. وفي الختام أود دعوة المشاهدين والمستمعين الكرام إلى مراسلتنا على عنواننا المعتاد أصوات@france24.com أو زيارة صفحة البرنامج